السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بقناة المملكة الإخبارية. والآن إلى العناوين. عاجل المنتخب المغربي يكتفي بمباراة تدريبية، هل تفي بالغرض قبل الكام؟ والآن إلى التفاصيل. سيكتفي المنتخب المغربي بمباراة تدريبية واحدة سيجريها في 11 يناير الجاري قبل دخول غمار نهائية كأس إفريقيا بالكوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير، بعدما كانت قرعة الكان أوقعت أسود الأطلس في المجموعة السادسة تضم منتخبات تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا. ورغم أن الحديث يروج حول إمكانية ملاقاة منتخب سيراليون في المباراة التدريبية بعد إلغاء وديات غامبيا التي كان مقررا لها الأحد المقبل، إلا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تحسم رسميا في الموضوع، لتوضع بذلك علامة استفهام كبرى بخصوص دخول والد الركراكي المنافسة القارية دون خوض وديات للوقوف على مؤهلات لاعبيه ومدى جاهزيتهم. يذكر أن المنتخب المغربي شرع في خوض تحضيراته داخل مركب محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا منذ الثلاثاء الماضي بحضور جميع اللاعبين باستثناء أشرف حكيمي الذي سينضم للمجموعة اليوم الخميس، ونصي المزراوي الذي خاض تدريب انفجارية بمدينة أميونيخ الألمانية في انتظار أن يواصلها بالمغرب قبل شد الرحال مع الفريق الوطني إلى الكوت ديفوار. شكرا، هذا كل ما في الموضوع في قناة المملكة الإخبارية. إلى اللقاء.